السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ اموركم على ما يرام. نتمنى يا ربي تلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كنجدد اللقاء بكم بكل حب وتقدير واحترام وشكر كبير لكم. شكرا على لايكاتكم، على تعليقاتكم الزوينه اللي كتفرحني. الله يفرحكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم يا رب العالمين. كيف العاده ما نطولش عليكم، غنقولوا بسم الله على بركة الله وغنفتتحوا القصة ديالنا بخير الكلام اللي هو الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولات القصة كتقول لكم أنا سميتي أميمة. أنا كنت البنت الوحيدة عند والديا. نهار اللي حليت عينيا لقيت راسي عند الأب ديالي وجداتي وواحد عمتي. لقيت راسي مكروهه وسط منهم، ما عرفتش علاش. الام ديالي فينا هي من بعد فاش بديت كنكبر وبديت كنفهم وليت كنسول على الام ديالي فينا هي. كيقولوا لي ما عارفينش اش بغيتيها، ليش كتسولي؟ واش حنا ربيناك وكبرناك وهذا وانت جايه تسولي على امك؟ المهم من بعد فاش وصلت ل7 سنين بعدا عشت مكروهه وسط منهم، ما حاملينيش، ما كيعاملونيش مزيان وينهصروني على الماكله. كنكونوا جالسين كناكلوا ينهصروا فيا. كنكونوا نهار العيد كيبكيوني، في المناسبات يبكيوني. المهم ما يتهلاو فيا، ما يشريو ليا ما حتى شي حاجه. حتى النهار اللي الاب ديالي تزوج، فاش كان في عمري انا 7 سنين تزوج. قالت له جده ديها معك، انا ما عندي ما ندير بها تخليها ليا، ديها معك. فعلا داني معاه. ملي دوز تقريبا واحد الشهر هكا مع مرته جات داني. فرحت قلت ربما غادي تبدل الوضعيه ديالي تما. ملي غنبدل زعما الدار راه غنبدل كل شيء، غنعيش تما مزيان وغناكل ونشرب ونفرح بحالي بحال كاع الوليدات. المهم مشيت دوزت الشهر الاول مزيان، السيده كتحترمني بخير، الامور مزيانه. ولكن اللي لقيت معاه مشكل هو الاب ديالي ما كانش كيحترمني. الاب ديالي ما كانش كيعاملني مزيان. ايوا السيده في الاول لاش كانت كتحترمني مازال ما عرفاتش ردة الفعل ديال الاب ديالي كيفاش غادي تكون الا هي تعدات عليا ولا ضراتني في شي حاجه. ولكن هي ملي شافت بلي با بنفسه كيتعدى عليا ومحرر عليا العيشه، فهي خدات راحتها ديال بصح. ايوا صافي ولا با كيخرج للخدمه وانا كنخدم تراسه عندهم في الدار. تراسه عندها كنخدم بالعصا وبالمعيور تما غادي نسمع بواحد الهضره على امي. كنت عاير بامي بواحد المصطلح اللي ما فيه ما يتسمع. او هذه فين كتعرف امي اصلا باش انها تهضر عليها هكا؟ فاذا به غادي نعرف باللي اكيد با عاود ليها، لان السيده ما كتهضرش غير هكاك. حيت فاش بديت كنكبر سولتها فين انت ما كتعرفيش امي وعمرك ما شتيها وهادي انا ما شايفاهاش وكتهضري فيها وكتقولي فيها العيب؟ فاش وصلاتك؟ شنو دارت لك؟ المهم من بعد عرفت باللي با هو اللي كيعاود ليها على الماضي ديالو زعما مع امي، ولكن عاود بطريقه مقلوبه، ما عاودش الماضي كيف ما هو. ايوا المهم صافي بقيت عايشه مع ديك السيده هي وبا، ولكن غالبيه الوقت كندوزو معها هي حتى النهار اللي ولدات بنيه. ايوا صافي ولات درك عليا انا بوحدي. ما قريت، ما دخلت المدرسه، ما شتها، وليت خدامه. كنهز هذيك البنيه ملي كبرت شي شويه وليت كنقابلها، والشقه ديال الدار كل شيء كنديرو انا. وليت باغا غير نمشي للدار عند جده
غير نرتاح شويه، على الاقل ما ناكلش العصا. المهم كما كان الحال العيشه عند جده ولات احسن من العيشه اللي عايشاها انا مع هاد المراه. ايوا صبرت تعييت. واحد المره دخل با من الخدمه، بقيت نفكر اش من خطه غادي ندير باش نعرف شي حاجه على مي. ايوا صافي ملي با دخل من الخدمه مشيت لعندو، قلت نجرب. ها ما قال لي راسي، قلت غادي نقول ليه بلي انا خرجت وتلاقيت مع واحد السيده قالت لي بلي من طرف الام ديالي، ولكن اش غنقول؟ اين مدينه غنقول جات منها ولا واش هي من هنا نيت واش؟ ما عرفتش. المهم مشيت لعند الوالد ديالي قلت له راه الصباح فاش خرجت وقعت واحد الحاجه. اشنا هي؟ تلاقيت مع واحد المراه قالت لي انا من طرف الام ديالك. صافي السيد غا سمع هاد الهضره خرجوا عينيه، قال لي كي دايره هاد المراه؟ قلت له كيفاش دايره؟ قال لي هي هذيك، هذه اللي في جايه كتقلب عليك. سبحان الله ما عرفتش وقيله فاش وصفت السيده جيت فيها غير صدفه. قلت له لا راه ما قالتش لي انا امك، قالت لي راه سميتو راها كتعرف امي ومن طرف الام ديالي وبلي الام ديالي كتقلب عليا. وهذا علاش كتقلب عليك؟ قال لي اش بغاتك؟ اش غدير بك؟ ياك هي قالت ما قداش عليك؟ ياك هي اللي قايله بلي ما بغاتش تربيك وما قداش تربيك ايوا انا هنيتها منك جبتك لهنا وهادي. ايوا شويه دخلت معاه مرته في الموضوع، بدات تسول فيه وهذا واش كذا واش كذا. شويه كنسمع الهضره، كنسمع حتى وصلت للمدينه اللي كاينه فيها امي، مدينه اللي هي بعيده واحد شويه. المهم قلت صافي امي كاينه تما ولكن فين بالضبط ما عرفتش. ايوا صافي مشيت عند مول الحانوت الغد ليه، سولته على هذيك المدينه. قال لي مالها؟ قلت له واش كتعرف فيها شي بلاصه واش؟ قال لي لا صراحه عمري ما مشيت ليها. علاش سولتيني عليها بالضبط؟ قلت له ما عرفتش جات في بالي وصافي. صافي بقى مول الحانوت كيشوف فيا، وليت اللي مشيت عنده كنسولو على هذه المدينه كيفاش دايره، واش مدينه كبيره واش صغيره. مشيت عند الجزار سولته، الخضار سولته، اللي تلاقيتو كنسولو على المدينه باش نجمع المعلومات واش خايبه واش زوينه واش. ايوا صافي تسمعت بلي ديك المدينه مدينه صغيره. صافي وليت كنفكر انني نهرب من الدار ونمشي للمدينه اللي فيها امي ونقلب على امي. هادشي اللي قال لي راسي، ولكن كيفاش غادي نوصل لهاد الام ديالي؟ ما عرفتش كيفاش وانا ما عنديش الفلوس. المهم بقيت كنفكر شنو ندير شنو ما نديرش، شنو ندير كيفاش نقدر ندبر على الفلوس باش. وليت حاضيه ورد البال الا بانت لي شي بلاصه محطوطه فيها الفلوس ولا شي حاجه غادي نهزهم وغنسلت. واش غنقول لكم؟ شهرين وانا هكاك، وما بقيتش كنتسوق للمعاناه اللي كنعيشهم مع مرت با ومع با. صافي لان في بالي انني هادشي غادي يسالي واحد النهار. المهم في هذا الوقت هذا كنت في عمري 15 عام. اشنو درت؟ واحد المره هي كانت حاطه، هي كانت دائما لابسه واحد الدمليج ديال الذهب وخاتم ديال المارياج ديال الزواج زعما، حيت هي ما كديرش يديها في الماء، انا اللي كندير الشقه كتحيدو غير فاش كتبغي دواش ولا شي حاجه. ايوا واحد المره كتبان ليا جابده واحد البلاصه وحاطه فيها داك سميتو. صافي قلت غادي ندوز ليهم، وقت ما دزت ليهم غنخرج، يجعلو يكون بالليل بالنهار، وقت ما دزت داكشي نخرج نهرب. ايوا المهم بقيت راده ليها البال تسلى. ديك الساعه كان الصيف، بالليل طلعوا قالوا غادي نفرشوا في السطح. هما ديما كيديروها ماشي اول مره، ملي كتسخن الدار كيطلعوا للسطح. مشاو فرشوا في السطح وطلعت المخاد وطلعت كلشي وهذا، وطلعنا البوطه وهذه غنعمروا اتاي تما وغنجلسوا تما وغنتعشوا تما وكلشي. ايوا المهم
وليت غفلتهم، هبطت للدار باش زعما على اساس انني غادي نطلع شي حاجه. دخلت لهاديك البيت، حليت ديك البلاصه اللي شفتها، دخلت ليها حطات فيها داك الذهب ديالها. فاذا بي كنلقى ذهب واحد اخر، لقيت سلسله ديال العنق هكا، لقيت واحد البراسلي. المهم لقيت ذهب اخر من غير هذاك. جمعت كل شيء، درته في الجيب ديالي، طلعت عاودت حطيت لهم داكشي اللي هبط على ودو. هبطت ثاني من تم، دزت للباب، حليته بشويه، خرجت بقيت غادا مع الحيط. زيد 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 حتى درت مع الدار وانا نضربها بالجريه. صافي مشيت زيد 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 وانا غادا كنجري تا عييت وانا نوقف، وانا نقول فلانه دابا اش كديري؟ هانتي هزيتي الذهب وهربتي، اش غديري بهذا الذهب؟ غتمشي تركبي بالذهب؟ شو انا نقول علاش لا؟ نمشي نشوف. مشيت للمحطه ديال الطاكسيات، مشيت وقفت على واحد السيد، واحد مول الطاكسي، قلت له دير هاكي اللي كاين ها اللي كاين، راه ما عنديش فلوس نقدر نخلصك بهذا. جبت غير خاتم. قال لي منين جاك؟ قلت ليه ديال امي. قال لي ديال امك وهزها؟ قلت له لا راه امي ماتت. وعلاش؟ قال لي غتخلصيني بيع. فين هو الروسي ديال هذا الخاتم؟ المهم قوى عليا الاسئله، خفت. قال لي لا اختي غير سيري بحالك. مشيت بقيت كندور 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 على صحاب الطاكسي حتى لقيت واحد الراجل كبير. قلت له ها كيفاش ها كيفاش؟ قال لي طلعي. صافي طلعت، عطيته داك الخاتم وطلعت. زيد 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 توصلني لهذيك المدينه. من بعد صافي نزلت، قلت له، قال لي واش عندك شي حاجه اخرى ديال الذهب باغا تبيعيها؟ قلت مزيان ملي هذا انا ما عارفه والو، انا غير هبيله. راه داك كنت باقا صغيره، راه داك الخاتم راه غادي نركب به ويرد ليا الصرف. مازال انا ما طلبتش ليه الصرف، انا فرحت غير ملي قبلو. ايوا المهم ملي قال لي واش غتبيعي شي حاجه اخرى، قلت له جبت له هذيك السلسله ديال العنق. قلت له بغيت نبيع هذه، جبتها وحده. قلت له بغيت نبيع هذه. شدها هزها هكا حركها شويه، قال لي واخا، هو يجبد 200 درهم عطاها ليا. قلت له شكرا، هي راه وازنه وثقيله. قلت لي شكرا. صافي خديت ديك 200 درهم، قلت راه مزيان بعدا راه عندي باش ناكل باش هادي، على ما نلقى الام ديالي. ايوا بقيت غادا هكا كندور، ولكن على من غادي نسول وشكون غنسول وفين غنمشي ما عرفتش. ايوا بقيت كندور كندور كندور. صافي حتى بدا يظلم الحال. مشيت لواحد القهوه جلست، بداو الناس كيخرجوا. جا عندي مول القهوه قال لي يلاه بنتي راه الناس كاع خرجوا. قلت له عفاك بغيت نبات هنا الا كان ممكن. قال لي لا ما يمكنش، الله يرحم ليك الوالدين. قال لي ودي ما يمكنش، انا بلا ما ترحمي لي الوالدين، لا بغيتي تباتي في شي قهوه سيري لهادوك اللي حدا المحطه، راه كيكونوا حالين بالليل كامل. اما انا لا، انا قال لي صراحه ما عنديش، انا راه كنسد. صافي قلت له واخا. مشيت لدوك القهاوي اللي حدا المحطه ديال الكيران، دخلت لواحد القهوه. ايوا صافي وجلست فيها، وكنت عامره شي داخل شي خارج، لان كار داخل كار خارج وهي غادا. صافي بقيت جالسه، مره يديني نعاس مره نفيق، مره يديني نعاس مره نفيق. شويه زغبني الله، عييت قلت غادي نخرج نتحرك شويه، لان بان لي البشر بالجهد وهذا. ايوا قلت غنخرج نتحرك شي شويه. خرجت هكايا مع ديك القهوه، بقيت غادا كندور غادا كندور شويه. يلا غادي ندور مع واحد الدوره، هو يوقف واحد الدري قاسني هكا في كتفي. غادي ندور هاك لقيته في الجهه الاخرى. تخلعت. قال لي اري داكشي اللي عندك. قلت له ما عندي حتى حاجه. قال لي قلت لك اري داكشي اللي عندك. هو يجبد الموس، دار ليه الطرق غتحل الموس. انا راه كان ممكن نعطيه غير داك الصرف ديال 4000 اللي عندي، لا جاب لي يلاه بحال هو عارف راه عندي الذهب. جبت داك الذهب كامل وداك الصرف مديته ليه. قال لي جبدي الشيء الاخر. قلت له والله ما بقى عندي حتى حاجه. قال لي الله سيري بحالك.
صافي رجعت في حالاتي، ندمت لاش خرجت من القهوه. قلت هاد الشيء اللي خرجني، انا درتها لراسي. ايوا دابا شنو غندير، شنو غناكل، وفين غنمشي، وفين غنجي. المهم مشكله، درت مشكل لراسي. صافي شنو وليت كندير؟ المهم بقيت داك النهار تما تصبح الحال. خرجت قدام القهوه، ما عندي لا باش ناكل ولا حتى شي حاجه. حتى كنشوف هكا كيبانوا لي الناس كيطلبوا حدا المحطه، عرفتي راه مطرطقه بالطلابه، كلشي كيطلب. دراري الصغار، عيالات كبار، رجال، ولاد، كاع الطلابه اللي كاينين في الدنيا كيتجمعوا حدا المحطه. قلت علاش لا انا ما نجربش حظي. جلست حدا ديك القهوه، يلاه طلبت المره الاولى، الثانيه لاحوا ليا شي ناس هكايا، شي صريف، هو يخرج عندي مول القهوه، قال لي اش كديري؟ قلت له والو غير جالسه. قال لي نوض لا قال جالسه انت جالسه ليا، قال لي كتجري ليا على الكليان، نوضي سيري بحالك. واخا نط هبطت مع دوك الدريجات ومشيت بعدت شويه. ايوا صافي وليت كنطلب نهار كنتصور داكشي اللي غناكل، ونهار ما كنصوروش. كليت في البركاسات، كليت من التور ديال الزبل، كليت من داكشي اللي شاط على المشاش، كليت من كل شيء، كليت منه. اي حاجه لقيتها قدامي كناكلها، لان مره كتكون عندي باش نشري ماكلتي، ومره ما كيعطيك حتى شي واحد شي حاجه، ومره كتاخذ داكشي اللي كيعطيوك الناس، كيجي شي واحد كيتسلط عليك كيدير لك كل شيء. المهم تكرفست واحد التكرفيسه ما يعلم بها غير الله. اشنو قلت راه ذنوب هادوك الناس، السيده اللي سرقت ليها الذهب وبا حتى هو. ايوا صافي بقيت كندور في هذيك المدينه، ندور ونطلب، وفي نفس الوقت كنسول على داكشي اللي جيت على ودو النهار الاول. كنسول على الام ديالي. ايوا وليت غادا وكنقلب وكنسول. اشنو كنقول راه واحد السيده عندها بنيتها، راه واحد السيد اللي والده معاه ديك البنت، راه كاين في البلاصه الفلانيه، وهذه وكنعطي المواصفات ديالو. ايوا صافي بقيت غادا وكنسول. دوزت 8 شهور في الزنقه. العذاب الاليم، اللي قال بلي الزنقه سهله راه ما عمره جربها. العذاب ديال بصح، تعذبت، شفت جميع انواع التكرفيس والدل والحقرات، تضربت، تهانيت. المهم دار فيا اللي ما يدهرش، وانا غاده وكنسول ما قنطش. واصلا ما عنديش حل واحد اخر، انا كاع قنط ومليت من هاد الحاله. اشنو غندير؟ فين غنمشي؟ نمشي عند با؟ والله تيذبحني وانا كنشوف يدفني حيه. المهم ما عنديش صراحه حل واحد اخر، وما عندي ما ندير. صافي بقيت هكاك دازت من شهور. واحد المره، وكل مره بعد فاش كنطلب، كل مره والدرب اللي كنمشي ليه، كل مره والدرب اللي كنمشي له. واحد المره دخلت لواحد الدرب هكا، بقيت سولت واحد السيده ها كيفاش قالت لي يا اختي راه فيك الشبه ديال واحد السيده، ولكن ما نعرف، ما عرفتش. قالت لي شحال ديال الوقت دابا داز؟ قلت لها واخا غير وريها ليا، لعل وعسى تكون هي. قالت لي واخا راه كاينه غير هنا قريبه ليا. ايوا صافي قالت لي صبري، سدات عليا الباب، دخلات لبسات جلابتها وهي تخرج لعندي. قالت لي يلاه هي. تبعتها، زيد حتى وصلنا لواحد الدار، وهي تدق في هذيك الدار. خرجت لها واحد المراه. انا ملي شفتها قلت يستحيل تكون هي، حيت هذه كبيره، وحده في هذا العمر ما غتولدش بنت قدي. قالت لها السلام، فلانه بخير؟ مزيان؟ قالت لها لا باس، فلانه بخير. قالت لها شوفي هاد البنت وهي دير فيا ها، ما خليتهاش تكمل وهي تقرب لعندي، كتقول انا على الشيطان. شوفي تصنتي ليا نقول لك، واش كتسمعيني؟ تصنتي نقول لك. انا خفت ملي كنسمع هذا الشيء، ما فهمت والو. بديت كنرجع شويه اللور، انا راجعه اللور وهي تابعاني شويه، تشدني من يدي بجوج. بقات كتشوف فيا شويه، تقول لي
عفاف ما فهمتش. وانا ندور شفت في الاخرى قلت لها واش حمقى، قالت لي غير صبري. وهي تقول لي يا بنتي، وبدات تغوت وتعنق فيا وتغوت وتعنق. الاخرى كتقول لها كيفاش عرفتي؟ باش عرفتي؟ ها هي. قالت لها هي هذه بنتي. واش انا بنتي غتخفى عليا؟ واش ريحه بنتي غتخفى عليا؟ ما عرفتش واش بصح انا بنتها، واش شي وحده حمقى لان تصرفاتها غريبه ماشي هي هذيك. ما فهمت حتى شي حاجه. بقيت مصدومه، هي كتعنق فيا وانا مصدومه، وانا كنحاول نلقى وجهي او الملامح ديالي في الملامح ديالها. ما عرفتش. المهم كان زقي فيها الشوفه. المهم هي تعنق فيا وتردني هكا تشوف فيا وتعاود تعنق وتبكي وتغوت وتسب. كتسب شي واحد الله ياخذ فيه الحق، الله يدير ليه، الله يفعل ليه، الله يترك ليه. قلت زقاه هنا غادي نسولها. قلت لها شكون؟ قالت لي باك. قلت لها شكون با؟ قالت لي فلان. فلان اش؟ فلان كذا وكذا. صافي عرفتها هي. صافي تما عنقتها وبقيت نبكي. الاخرى كتقول لي واش هذاك هو باك؟ واش هذاك هو باك؟ قلت لها هي. كتقول سبحان الله العظيم، كيفاش عرفاتك؟ سبحان الله العظيم. ما فهمت والو انا. المهم اللي هذا قالت لي دخلي. قالت لها ديك المره انا غندخل معاكم. وكتسول فيها فلانه واش انتي بخير؟ ياك كتحسي براسك بخير؟ قالت لها ما عمري كنت بخير بحال هاد المره. ايوا صافي دخلنا جلسنا معها واحد شويه، ناضت كتعمر لينا في اتاي وهذا. ولكن ما نكذبش عليكم ملي دخلت للدار ديالها بحال تخوفت واحد شويه. علاش؟ لان لقيت الحيط فيه شويه ديال الدم، واحد الحيط الدم كحال يعني دم قديم فيه. ولقيت الدار بحال شي بلايص فيهم شي واحد كيحفر، ما عرفتش كيهرس الجليج تما ويرون الدنيا. المهم الدار بحال فيها شي جنون ولا ما عرفت كاع شنو فيها. ايوا جلسات هضرنا شويه وهذا. كي درتي توصلتي لعندي وهذه قلت لها راه غير صدفه، راه 8 شهور وانا هنا. ايوا علاش ما جيتيش عندي؟ قلت لها انا ما عرفتكش فين كاينه، راه كل مره كنقلب في جهه، كل مره كنقلب في جهه. راه جاب الله هاد السيده قالت ليها راه والله العظيم قالت لها وقفت عليا من الصوت، جاتني كتشبه ليك في الصوت وجاتني كتشبه ليك في الملامح. قلت نجرب على الله وصافي. ايوا صافي قالت لي ها هي. المهم ناضت تعنق فيا تاني وتبكي شويه. قالت السيده وانا الله يعاونكم غادي نمشي. وهي تقول لي جعفه بنتي وصليني للباب عليا انا. مشيت معها وصلتها للباب. قالت لي جي خرجي. خرجت بعدا ما فهمت حتى شي حاجه. قالت لي شوفي دابا هذه راه الام ديالك، انت متاكده دابا؟ اييه. ولكن قالت لي ردي منها البال، راه مره كيطير لها الفريخ. كيفاش؟ مره كتحمق ما كتبقى تعقل على حتى شي حاجه. ردي البال لا تجي هذيك الحاله وتنوض تقتلك ولا شي حاجه تقولك شكون انتي. اويلي والله. علاش مالها؟ قالت لي من نهار باك داك وسرقك ليها، من داك النهار وهي ماشي هي هذيك. من تما تسطات اصلا من. المهم قالت لي شوفي بلا ما نقول لك حتى شي حاجه خليتها تعاود لك هي. ياك هي قلتي حمقاش تعاود لي؟ قالت لي راه مره كيمشي العقل مره كيرجع، دابا راه بعقلها. ايوا صافي مشات السيده دخلت قالت لي الا خفتي ولا شي حاجه يلاه معايا للدار. قلت لها لا انا بيني وبينكم خفت، ولكن واخا هكاك خاصني نبقى مع امي نشوف اش كاين، اش كدير، فاش كتفكر وباش كتحس وبزاف ديال الامور. ايوا صافي دخلت عند امي. ديك الشويه فاش خرجت لعند السيده وعاودت دخلت لقيت امي ولات وحده اخرى. خرجت خليتها عاديه، دخلت لقيتها تلقى الشعر وجالسه وكتدور في عينيها بواحد الطريقه كتخلع. بقيت كنشوف فيها ما نكذبش عليكم خفت. وهي تشوف فيا قالت لي جي جلسي. جيت جلست حداها وبقيت راضه معاها البال وكنشوف في يديها ياك ما هزه شي حاجه وهذا. وهي تبقى تهضر معايا شي هضره خارج تغطيه، شي هضره لا علاقه يعني
الموضوع في جهه وهي في جهه، شويه وهي تنوض. قالت لي جلسي ارتاحي، انا نضرب واحد الدوره ونجي. واخا صافي، خرجت بديت كنطلع عليها حتى خرجت وخلات الباب محلول ومشات. واش نخرج نتبعها، واش نجلس نتبعها ولا نجلس؟ شويه رديت الباب وجلست. صافي بديت كنفكر الله يا سيدي ربي واش هاد الحاله، اش هاد الشيء. شحال وانا كنقلب على امي، نهار اللي لقيتها ها كيفاش لقيتها، بسبب الاب ديالي. الام ديالي تسطات، خطفني منها، سرقني ليها. المهم باش ما نحرقش لكم المراحل، بقيت جالسه في ديك الدار كندور فيها وكنشوف شي امور في الدار اللي غريبه جدا. بحال مثلا الماعن ديال الكوزينه، شي كاين في الكوزينه، شي كاين في واحد البيت، شي قوامل محطوطه وحده فوق وحده بواحد الطريقه بحال شي دري صغير كيلعب. فهمت باللي فعلا امي مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله. المهم حليت واحد الماريو صغير عندها، كنلقى البلاصه جمعه فيها الحوايج والصنادل والكراطن، شي كراطن مقطعين. المهم والريحه اللي كاينه في الدار ما هياش، اش غنقول لكم، واحد الوضع في شكل. كنشوف امي مسكينه كيفاش عاشت وبسببي انا. مازال ما عرفتش القصه كامله، ولكن غادي نعرفها من بعد. المهم بقيت كنتسنى دابا ترجع امي، دابا ترجع، فين مشات دابا ترجع. قلت ما خرجت الصراحه نقلب عليها. علاش؟ لانني قلت شكون اللي كيقلب عليها هذه سنين، خليها راه اكيد كتمشي كدور تتعيا وكترجع للدار. ولكن ما عرفتش كيفاش غادي ترجع للدار وفاش غتلقاني اشنو غدير ليا. بيني وبينكم انا خايفه منها، انا راني صغيره وهي مرة كبيره. غير هي بحاليله مهدوده، الصحه ديالها ماشي هي، كتبان كبيره في العمر، مع العلم انها راه ماشي كبيره في العمر. ايوا المهم بقيت كنتسنى في الام ديالي تجي، وبديت كنطرف شي امور هكا شويه وانا نقول زكا عندك تدخل وتلقاني قديت هذا الشيء وتبقى تدور فيا، تبدا تغوت تقولي اش داك تقيسي ليا حوايجي وماني. خلي هذا الشيء زكاي. صافي زكيت ومشيت جلست في واحد البلاصه وانا كنتسنى دابا تجي دابا تجي دابا تجي. ما جات حتى فات المغرب وجايه بنفس الحاله باش خرجات، جايه مجرت لها الزيف ديالها ما عرفتش فين لاحتو. وعاد كنلاحظ الشعر ديالها انها كله مخبل وفيها الجمل، وجايه مضروبه في واحد الرجل. ما عرفتش واش كانت، واش ضربات شي حاجه ولا ضربها شي حاد ولا. المهم الصنداله خلاتها برا، لان فاش خرجت كانت لابسه صندالتها وداخله كتشوف فيا بواحد الشوفات اللي كتخلع. المهم جلست انا قلت لها تاكلي، دارت لي براسها هكا قالت لي لا. قلت لها صافي. بقيت كنشوف. تخيلوا معايا داك النهار ما نعستش الليل كامل، وهي كذلك ما نعساتش، ما غمضاتش العين الليل كامل عفوا، وهي خارجه داخله خارجه داخله. مره تخرج وتخلي الباب محلول ونعاود نسدو، مره تدخل مره. الله يا سيدي ربي اش هاد العذاب، وانا جايه مهلوكه. مع انا شحال وانا غي كندور في الزناقي قاتلني غي العيا والحاله. المهم حالتي صعيبه كتقطع القلب. بقيت كنتسنى في هاد الام ديالي فوقاش غادي ترجع تاني لحالتها الطبيعيه. لان فاش لقيتها اول مره، فاش يلاه دخلت عندها اول مره، دقات عليها السيده مرة عاديه جدا، ما تقول راه ما فيها حتى شي حاجه. وسبحان الله دغيا تقلبات ولات هكا وطولات الحاله. بقيت كنتسنى فيها، مره خارجه مره داخله، مره خارجه مره داخله، حتى ود الفجر وهي تدخل. تخزنت انا في واحد البلاصه هكا حدا الدروج. بعدا فاش جات ردخات الباب، الردخه الاولى الثانيه، مشيت كنجري حيدت الساق تاع الباب ورجعت ورا الباب حدا الدرجات الاولين ديال الدروج. هي دخلت نيشان مع الدار. تسنيتها حتى مبقاتش كتبان هكا قدام الباب، وانا ندير الطاق سديت الباب.
دوزت داك الزكرم التحتاني لاني خايفه، واخا انا راني دوزت تماره في الزنقه، ولكن قلت زعما راني لقيت دار. ايوا صافي واحد شويه كنسمعها هكايا في الكوزينه كتحرك شي حاجه، كتقرقب شي حاجه، ما عرفتش واش نبان ولا ما نبانش ولا. المهم انا كنحاول نتفاداها. علاش؟ لانني خايفه منها صراحه. هي شداني تعطيني قتله العصا، مش غندير لها، راه ما عندي ما ندير لها. المهم شويه حتى كنسمعها دخلت للدوش، واحد شويه خرجت ودخلت للبيت ديالها وسدات الباب. بقيت كنتسنى شويه شويه، صافي السيده ما بان ليها اثار، عرفت بلي نعسات. دخلت انا لواحد البيت واحد اخر، حيدت الساروت من برا، سديت داك الباب ودورت الساروت ودخلت نعست. المهم ضربتني الفيقه مع 11. فقت قفزت من بلاصتي، قلت اش وقع؟ انا ناعسه، يعلم الله السيده اش كدير تاني. حليت الباب، كتبان لي الباب ديال بيتها مازال مسدود. المهم داك البويد ديالها عنده واحد الشريجم صغيور المراح، طليت عليها كنلقاها ناعسه مغطى، صافي ناعسه ديال بصح العيا، لان النهار كامل وهي تجري. ايوا صافي رجعت في حالاتي للكوزينه، قلت شنو ندير شنو ما نديرش. نمشي نشوف واش كاين، نعمر اتاي وهذا. فعلا مشيت غسلت واحد البراد، كنقلب على اتاي لقيته، لقيت السكر، لقيت كل شيء. عمرت اتاي حطيته، خرجت. كانوا عندي شي فليسات، داكشي اللي طلبت داك النهار، اللي طلبت قبل زعما دوك الايامات. مشيت جبت الخبز وجبت واحد 2 دراهم ديال الزبده وجيت مع داك الدفعه اللي دفعت الباب، حيت انا ما سديتش الباب، حيت انا ما عندي لا ساروت لا والو، غير رديته هكا ودرت له واحد نص بريكه باش ما يتسدش عليا. ايوا ديك الدفعه اللي دفعت الباب هكايا لقيتها يلا خارجه من بيتها، شفت فيها شفت فيا وهي تجي لعندي. بيني وبينكم خفت، شدتني من هنا ومن هنا في وجهي وبستني في جبهتي. فرحت، قلت لها ماما بخير؟ قالت لي لاباس. قالت لي جبتي الخبز؟ قلت لها ايه. السيده تاني كتهضر عادي. قلت لها راني عمرت اتاي. قالت لي يلا يرضي عليك. انا ندخل، قالت لي نغسل ونخرج باش نفطر. قلت لها واخا. دخلت السيده للدوش كتغسل، وانا صافي مشيت حطيت داك البراد ديال اتاي وحيت ديك الزبده في داك الكاغط، درتها في واحد الطبيصيل، غسلته ودرتها فيها وحطيت الخبز وجيت جلست كنتسنى فيها. شويه هي خارجه غسله يديها غسله رجليها لان نعست كيف ما دخلات. المهم وجهها صافي خرجت وهي تقول لي فين كنتي البارح؟ قلت لها كنت غير هنا. قالت لي لا، جيتي طليتي عليا ومشيتي خليتيني. قلت لها لا ما خليتك ما والو، راه كنت غير في الدار. صافي بقات كتشوف فيا شويه كدور عينيها هكا، عرفت بانها غيبات في هذاك الوقت، ما عرفاش بلي هي اللي خرجت. صحاب لها واش انا اللي خرجت؟ وهي تقول لي واش خدامه في شي بلاصه؟ قلت لها كنت غير كنطلب. وبدات كتبكي، بدات تبكي وتعاير في با، تبكي وتدعي فيه، يا ربي تاخذ ليا فيه الحق، شرد ليا بنتي، بهدلها ليا. هي تبكي وانا نبكي. تخيلوا معايا كنفطروا كناكلوا وكنبكيو، ما حبسناش من الماكله، هي كتاكل انا كناكل ونبكى. المهم كلينا الغدايد، هذيك هي ملي كيقول لك شي واحد كتاكل الغدايد، راه هي هذيك ملي تكون كتبكي وتاكل في نفس الوقت، راه كتاكلها الغدايد. ايوا المهم صافي جلست قلت نجمع معاها شويه ما حدها. قلت لها علاش شعرك هكاك؟ قالت لي خايب. قلت لها لا زوين، ولكن ما كتمشطيش. قالت لي ما كنساليش. قلت له واش خدامه في شي بلاصه؟ قالت لي لا. وشنو كتاكلي؟ قالت لي الناس كيعطيوني، هادشي كله عارفاه. بغيت نقول له علاش ما كتساليش شنو كديري، ولكن ما قدرتش نسولها، صافي خليتها. المهم بقات تسول فيا هي فين داك وجدك شنو كدير ليك، وهادي يعني عاقله على كل شيء. ومن بعد
مشيت راه تزوج وهذا مرته، قلت لها في الاول كانت مزيان، من بعد ملي شفتو كيحقر عليا حتى هي ولا تحقر عليا حتى هي، بدات تدعي فيهم. واش كيضربوك؟ كيضربوني كيجوعوني، ما قرانيش. قالت لي علاش يقريك؟ هو اصلا ما باغيكش. قالت لي النهار الاول عادي يقريك. وانا نقول لها علاش داني، علاش طلقتو؟ قالت لي ما تزوجناش اصلا. كيفاش؟ قالت لي ما تزوجش بيا، ولدتيني معاه غير هكاك. شويه بدات تدور في عينيها، خرجوا عينيها تاني بديك الطريقه. ندمت لاش جبت معها الموضوع. بقات تدور عينيها هكا، بقات تشوف فيا وهي تقول لي شحال في الساعه؟ قلت لها دابا 12 تقريبا. بقات كتدور عينيها هكا وكتشوف فيا. عرفت شادها الحاله تاني. قالت لي هاني جايه. ناضت هكاك بهذيك الحاله وخرجت. ندمت، قلت اش داني نسولها كاع، عاش بغيتها. ايوا صافي بديت كنجمع في الدار. صافي فهمت بحال وصلني واحد الميساج بانها في كلا الاحوال راها كتعرفني، سواء بعقلها ولا بلا عقل كتعرفني. المهم بقات السيده كدور كدور كدور، وانا كنجمع في هذيك الدار كنقي فيها ونقاد وهذا. لقيت عندها حتى الفيران في الدار، لقيت بوبريس، لقيت سراق الزيت، لقيت شنو نقول لكم، يعني راه الدار حالتها. ايوا خرجت السيده كدور حتى ودن الظهر وهي ترجع للدار. دخلت مع الباب قالت لي ما تخرجيش من الدار. قلت لها انا ما خرجاش. قالت لي عندك تمشي عنده تاني. قلت لها لا، ما غنمشي فين؟ قالت لي هاد المره الا مشيتي عنده راه يقدر يقتلك كاع. قلت لها لا ما غاداش، غير تهناي. قالت لي يلا جلسي في الدار راني جايه. فين غادا؟ قالت لي نمشي نقضي غرض ونجي. هي راه حمقى. صافي في هذا الوقت راه خرج ثاني العقل ورجعت. ايوا المهم واحد شويه جات عندي ديك السيده اللي داتني لعندها النهار الاول. جات كتدق، حليت ليها الباب. قالت لي مضره، بانت لي خارجه. قلت لها هي راه خرجات. قالت لي كي غدا معاك؟ قلت لها هي رجعت. اش قالت لي؟ لقيتيها يلا؟ قالت لي هاد الهضره ومشات. قالت لي وعرفتي اش غتقولي ليها؟ اشنو؟ قالت لي ملي غتخرج قولي لها راه الا خرجتي راه يقدر با يجي يديني تاني، خلعيها. قلت لها ولا زدت عليها؟ قالت لي لا ما غتزيدي عليها ما والو، هي قولي لها هادشي لعل وعاشت تبقى جالسه حداك باش ما تطلقكش. قالت لي راه كتمشي برا راه كتعرى، راه غير الناس اللي كيلبسوا لها الحوايج. ها ويلي. قالت لي والله العظيم. ايوا قلت لها واخا نجرب هاد القضيه. قالت لي المهم قوليها لها ديري راسك بحال انت خايفه ان باك يجي يديك تاني. قالت لي قلت لها صافي. قلت لها قولي لي بغيت نسولك. قالت لي شنو؟ قلت لها قبيله كنا كنهضروا انا وياها راه هادشي باش طار لها تاني الفريخ. سولتها واحد السؤال. قالت لي شنو؟ قلت لها سولتها قلت لها واش علاش طلقتوا انت وبا؟ قلت لها قالت لي احنا ما تزوجناش اصلا باش نطلقوا. قالت لي عندها الحق. سبحان الله. المصير ديال امي تقريبا بحال المصير ديالي، غير هو كاين اختلاف بسيط. حتى هي كبرات مع باها ومرت باها. قالت لي باللي كانت عايشه مع باها ومرت باها اللي كانت واحد الطاغيه، واحد الطاغيه. قالت لي اش غنقول لك، راه شفت في الشر وفي الخبث حتى عييت، ولكن عمري ما شفت بحال هذيك السيده كتعدى على البنت بواحد الطريقه في الشكل. قالت لي كانت هذه اللي هي الام ديالك كانت كتهرب من الدار بزاف، كتمشي كتنعس تحت القنطره. المهم قالت لي واحد المره خرجات من الدار ديالها. قالت لي هذاك السيد اللي هو الاب ديالك كان خدام في هذا الشيء ديال الطرقات ديال الشانطي. قالت لي وكانت الدوله دايره لهم بحال واحد البريريكه هكايا في واحد البلاصه كينعسوا فيها. قالت لي مشات هي غير في النواحي ديال الدار ديالهم. قالت لي مشات بقات خارجه ثاني ضيعه كيف العاده. هربات من الدار، خفت من العصا من عند باها ومن عند مرت باها وهربات ثاني من الدار كيف العاده ديما. قالت لي كديرها ماشي اول مره. قالت لي ملي خرجت تلاقت مع هذا السيد هذا وشافوها الناس، شافوها باللي خارجه من دارهم
وتلاقات معاه، هضر معاها ما عرفتش، قالت لك ما عرفوش الناس شنو بيناتهم زعما، فاياش هضروا مشاو بقاو غاديين بجوج. هو قال ليها يلا هي معايا، راه كاين واحد البلاصه فين تنعسي، وزعما باش هكا ما تنعسيش في الشارع، راه تحت القنطره راه يقدر يجي شي حد، راه كيكونوا الحماق تما، كيكونوا الشماكريه، كيكونوا. قالت لي مشات معاه، حيت هو قالت لك هاد الناس هادو بحال ولاو معروفين في ديك البلاصه، الناس اللي خدامين في الشوانط. ايوا قالت لك مشات تبعاتو. في هذاك النهار تعدى عليها، ومن بعد جرى عليها لا حل للزنقه، مشات كتجري عند باها، وكانت صغيره. فاش وقع ليها هاد الشيء كان في عمرها 15 عام على حسب ما كتعاود لي هاد السيده، يعني بنت صغيره. قالت لي خارجه من لاحها من ديك البلاصه، ومشات عند باها، الدم واصل لها حتى لصندالتها. جا باها، جا لعندو، تشادو هو وياه، قال لي فين كنعرفها، ما شفتها ما شافتني. قال لي غنجيب لك البوليس، قال لي سير جيبهم، انا ما شفتها ما والو، انت بنتك كتلقى ضايعه في الزناقي باغي فين من تلصقها، واش انت من نيتك؟ ايوا قالت لي رجعت للدار، مشى باها ديكلارا بيه، وهذا داوه البوليس، نكر بانه شافها ولا تلاقى معاها. قالت لك من بعد دخلوا الناس اللي شافوهم باللي فعلا كان مع هذاك النهار، ولكن هو نكر، قال لهم لا راه غير بقات لاصقه فيا، قالت لي اعطيني باش نتعشى وهذه، وفي الاخر عطيتها 5 دراهم ومشيت في حالاتي. قالت لك نكر هو بانه كيعرفها وباللي شافها نهائيا. صافي قالت لك من بعد وهما في المحاكم هكا، هذيك الشركه ديالهم تحولات من ديك البلاصه لبلاصه واحده اخرى. قالت لك من تما باها دوز عليها العذاب الاليم، هو اصلا مدوز عليها العذاب، ولكن ولات كتشوف اضعاف مضاعفه ديال داك العذاب اللي كانت عايشه. المهم قالت لي صبرات على هذيك الحاله. قالت لي تخيلي معايا، كان كيضربها واحد الضرب. قالت لي واحد خالتي كتعاود ليا، هاد السيده هذه كتعاود ليها خالتها، قراب هذيك خالتها قريبه لعائله الام ديالي. قالت لي كيضربها واحد الضرب في شكل باغي، حيت هي من بعد نسيت ما قلت لكمش بلي من بعد عرفت راسها حامله. صافي قالت لك كان كيضربها قصدا انه يطيح لي هذاك الشيء اللي في كرشها، ولكن قالت لك ما طاحش. قلت لها لو كان غير طاحت، قالت لي استغفري الله، استغفر الله العظيم. المهم عاودت لي المعاناه اللي دوزات معهم حتى ولدات. نهار قالت لي اللي غتولد ما مشاتش للسبيطار، ولدت في الدار، ولدتها مرت باها وهاد خالتي. قالت لي اللي قلت لك هما اللي ولدوها في الدار. قالت لي وهي كتولد، قالت لي خالتي كانت ديك مرت باها كدير شي فعايل. كتقول هاد السيده ان خالتها عاودت ليها في الوقت اللي كانت كتولدني انا، صرفقاتها 4 ديال التصرفيقات، صرفقاتها مرت باها. تخيلوا معايا مرا كتولد وكتاكل العصا من الفوق، كيفاش بغيتوها ما تحماقش وكيفاش بغيتوها ما تسطاش. عرفت انا ما نكذبش عليكم، راه ما كرهتش في الوقت اللي كانت كتعاود ليا، ما كرهتش لو كان يجمعوا لي هاد القوم كامل في شي بلاصه نشعل فيهم العافيه كاملين وما يبقاش فيا الحال. المهم قالت لي غير خالتي اللي فكاتها منها. قلت لها علاش ما داوهاش للسبيطار؟ قالت لي حيت الا داوها للسبيطار غادي يبقاو يسولوا شكون الاب ديال الطفل بزاف ديال الاسئله. ايوا مزيان هكا تعاود تفتح القضيه. قالت لي مع من غيفتحوها السيد؟ قالت لي راه ما كاينش مع من يفتحوها. ايوا المهم قالت لي صافي ولداتك وكل شيء. فاش تزاديتي عندها عطاها الله واحد القوه في شكل. قالت لي هاد البنت هادي كانت الام ديالها لاباس عليها، وداك الخير اللي عايش فيه باها مع مرت باها راه كله ديال الام ديالها، وبقى باها مستغلو من بعد الموت ديال امها. قالت لي وقفات ليهم تما صافي. من بعد قالت لك حيت هي ولدات تقريبا على 16 عام. قالت لي فاش تزاديتي عندها عطاه الله واحد القوه، واحد القوه. قالت لي ما عرفناش منين جابتها. وقفت في وجه باها قالت ليه اعطيني حقي من امي، علاش كتستغل الحق ديالي من امي؟ قلت لها واش ما عندهاش خوت؟
قالت لي لا، عندها خوتها غير من باها، بحالهم بحال امهم بحال باهم، نفس القلب نفس القسوه نفس. قالت لهم حقي، بغيت حقي اليوم قبل ما نغدا. قالت لي دارت لهم القوق في الراس. خرجت منها واحد البنت لو كانت هكاك في الاول ما كانش غتوصل دوك الماصل كاملين، ولكن للاسف في الاول كانت حانيه الراس. قالت لي ملي لقات معهم مشكل، قالت لي ولات كضرب مع مرت باها، ما كاينه عطيني نعطيك. قالت لي شحال من مره ملي كتكون غير هي وياه كتمرمدها، عرفتي. قالت لي ضفارها كتخليهم فيها. قالت لك ملي ما لقاتش معهم حل بهذيك الطريقه مشات للمخزن، قالت لهم بغيت حقي من امي. فعلا قالت لك خدات حقها من امها قبل ما تكمل 18 عام. في هذاك الوقت قالت لك واخا ما كانت زعما واصله لذاك العمر، ولكن خدات الحق ديالها. قالت لي هي كانت باغا تحيد لهم هذيك الدار اللي هما ساكنين فيها، ولكن ما خداتهاش، خدات غير الارض في بلاصتها. قلت لها واش هي ما عندهاش خوت اللي يورثوها؟ ما عندهاش. قالت لي لا، الام ديالها كانت كبرات غير مع جداتها، ما عندها حتى واحد حتى هي. شو سبحان الله، عندنا اليتم وراثي. ما علينا. قالت لي من بعد باعت هذيك الارض اللي كان عطاها، اللي كانت جاتها في حقها. قالت لي واخا هو راه زرفها بزاف ديال الحوايج حيت هي تستاهل اكثر من هكاك وغيجيها في حقها اكثر من هكاك، ولكن قالت لي هو زرفها. المهم قالت لك من تما باعت هذيك الارض كامله وجات شرات هذه الدار هذه اللي كتشوفي فيها. قلت لها واش الدار ديالها؟ قالت لي ديالها، شريها قالت لي بفلوسها باش باعت الارض. صافي قالت لي وجات سكنات هنا، وكانت باغا تخرج تخدم، ولكن قالت لي الناس ديال هاد الدرب ما خلاوهاش تخدم. من بعد قالت لي رجع عند هذاك السيد، ارجع ما عرفتش. قالت لي واش سول في دارهم ولا كيفاش. من بعد قالوا لي ودي راه السيده راه مستقله، راه فين كاينه فين كاينه. قالت لي جا عندها هنا، دخل عندها المره الاولى، المره الثانيه قالوا لها الناس الجيران اش كديري؟ قالت لهم راه انا وياه غادي نتزوجوا. قالت لك قالوا لها الا كنتو غتزوجوا تزوجوا، ولكن هذا الشيء راه ما عندناش في الدرب ديالنا. ايوا المهم قالت لك صافي من تما ما بقيناش شفناه في الدرب، ولات كتخرج كتلاقاه. من بعد قالت لي على حسب قالت لي ما عاودت لي، قالت لي باللي بغى يتزوج بها، ولكن بشرط غيخدم على بنته غيدير وغيفعل وغيترك، ولكن بشرط اللي هو الشرط هو انه تكتب ليه هاد الدار في سميتو او لا على الاقل بالنص. قالت لي قلت لها يا ويلك ديريها، هذا راه نصاب، هذا راه ولد الحرام، واش داكشي كامل اللي دار فيك ومازال غتثقي فيه؟ قالت لي غادي نكتب ليه غير النص. قلت ليها لا. قالت لي قلتها الراجل اللي مشى لعندها قال لها فلانه هذاك راه جاي يضحك عليك، راه جاي يضحك عليك، هذاك راه ما جايش باغيك انت، راه سمع بلي عندك الدار وجاي ياخذها لك. جمعي راسك، قولي ليه ها انت بغيتي تجربيه باش تعرفي واش باغيك ولا ما باغيكش. قولي ليه انا ما غنكتب لك لا دار لا والو، وقولي له بلي انا غير كذبت عليك، الدار راها ما كايناش في سميتي، راه باقا في سميت با، راه هو اللي شراها حيت انا مازال ما وصلتش ل 18 عام. نتزوجوا انا وياك وتكلف ببنتك وشوف شنو غيقول لك. قالت لي فعلا دارت لي هكا. قالت له ديرنا راه كذبت عليك، الدار ما كايناش في سميتي، ها كيفاش وها كيفاش وها كيفاش. قالت لي تما دار فيها، ضربها في الشارع، عاودت له هذا الشيء، تلاقاو في شي بلاصه ضربها تم، قال لها سير عطيني تيساع دي بلاك على بلايه، شو بغيت انا بقاو لي انا غير البز، شو غندير انا بالبنت ولا الولد؟ ايوا صافي قالت لك رجعت في حالتها، تاكدات باللي فعلا هو ما كيسواش. قالت لي جات صافي للدار من بعد واحد الاسبوع تقريبا على هذا الشيء. قالت لي دازت عندنا عاودت لينا اش كاين اش كاين. قال لها راجلي شتي كون كتبتيها لي كون راه هزك الماء، وهذاك النص راه يمشي يبيعو ويخليك تم. ايوا المهم قالت لي داز اسبوع على هذا الشيء. واحد النهار قالت لي مع هي الهبيله، قالت لي دوك الايامات فاش كان كيجي عندها عطاتو الساروت ديال الدار. واحد النهار قالت لك فاقت في الصباح نايضه، قالت لي كتغوت مع 8 الصباح الغوات. قالت لي كل شيء خرج. قالت لهم بنتي ما عرفتش فين مشات.
شكون دا ليا بنتي، شكون دا ليا بنتي. قالت لي بدات كتغوت لربي اللي خلقها، ما عرفاتش شكون دا ليها البنت. قالت لي جاو البوليس وكل شيء. المهم الناس كيسولوا هذا، قالت لهم ودي ها اللي كاين ها اللي كاين، راه الساروت كاينه عند فلان، وهذاك فلان ما عارفه عليه حتى شي حاجه. عارفه انه خدام مع واحد الشركه ديال هكا ديال الشوانط، وعارفه سميت الشركه، ولكن قالت لي هادشي راه خاصو ما هي وما لونها باش يلقاوها. هي خاصها تعاون زعما وهذا، ولكن قالت لك هي ما كانش عندها، ما كانش بامكانها انها زعما دير شي حاجه اولا، وما عندهاش معلومات كتار، وما عندهاش بزاف ديال الوسائل باش توصل لهذا السيد. ما عرفه لا منين لا حتى شي حاجه. هو قال لها من البلاصه الفلانيه، ولكن واش هو من تما ولا ما كاينش تم. المهم قالت لي بقات القضيه عند البوليس مفتوحه والسلام. ولكن قالت لي السيده دغيا ما عرفتش، قالت لي ولات في شكل ما بقاتش كتدخل للدار، ولات نهار وما طالو هي الدور في الزناقي كتقلب عليك زعما. قالت لي تحرقات بالشمس، ولات حالتها. الناس كيقولوا لها فلانه راه بنتك راه غا تربيه، راه ما غاديش تلقايها كدور في الزنقه باش تلقايها. قالت لي ما في شويه في الاول قالت لك كانت كتهضر، من بعد ما بقات كتجاوب حتى واحد. صافي تما قالت لك ولات كتجيها واحد الحاله في الاول كتغوت لربي اللي خلقها وتحيح وهذا. من بعد قالت لك صافي ولا كيجي هذاك الحماق مباشره، صافي ما بقى ما يتخبى زعما. ايوا صافي قالت لي هو اللي خرج ليها على حياتها. انا كيسحب لي واش تعذبت في حياتي بما فيه الكفايه. من بعد كنكتشف باللي ما شفت حتى الربع من داكشي اللي عشت امي. عشت واحد القسوه في الحياه، الجبل وما يقدرش يصبر لداكشي كامل. الجبل يتهد. عساك بنيته ديال 15 عام، امي تسطات قبل ما تكون في عمرها 18 عام. المهم تخيلوا معايا امي اللي كنقول لكم مرة كبيرة، يلاه في عمرها 31 عام 32. تصوروا. ايوا المهم قلت لها اذا انا ما كايناش لا في الحاله المدنيه لا حتى شي حاجه. قالت لي لا غالبا ما يكونش حطك في الحاله المدنيه. شحال كان في عمري فاش داني؟ قالت لي تكون في عمرك شي عام ونص عامين هكاك. ايوا صافي قالت لي امك ولات كتجي كتعاود للناس كتقول لهم راني شفت بنتي في البلاصه الفلانيه لابسه هكا دايره هكا. قالت لك هي كتخيل هذاك الشيء، كتعيش داك الدور وكتخيل انها شافتك، ما عرفتش باش ربما باش ما يسكتش ليها شي عرق في راسها ولا ما عرفتش. المهم كانت كتواسي راسها بديك الطريقه، اولا كتخيلك اولا ربي كيحطك قدامها هكاك اولا. قالت لي ما عرفتش. المهم كانت كتعاود بحال الا شايفاك بصح. ايوا المهم صافي قالت لي شوفي امك تعذبت بما فيه الكفايه، كوني للوم ولاتي، حاولي تنقدي امك من الهلاك، حاولي وقفي معاها، راه بسببك مرضات، فانتي قادره انك ترجعيها للطريق، قادره انك تردي لها عقلها. قلت لها غادي ندير كل ما في جهدي. ما نكذبش عليكم داك الحوار ديالي مع هاد السيده عطاني واحد القوه، واحد القوه عمري ولا حسيت بها في حياتي. صافي حطيت هدف قدام عينيا اننا غادي نكونوا بخير انا وامي. المهم صافي مشات السيده قالت لي حاولي ما تجبديش ليها الماضي، ما تقولي لها كيفاش تزوجتي ولا كيفاش طلقتي ولا حتى شي حاجه، خليها هي تعاود لك داكشي اللي بغات. قلت لها صافي. المهم ملي جات مشات السيده، بقات الام ديالي توصل للمغرب وهي تدخل مع الدار. دخلت ما هي حمقى بزاف، ما هي بعقلها، دخلت بحال دايخه شويه، بدات كدور في عينيها مع هي تبارك الله عينيها كبار، عرفتي راه كتخرجهم بواحد الطريقه وكتبقى تشوف فيك كتخلع داخله هكا. قلت لها ماما فين مشيتي؟ قالت لي قلت لها فين مشيتي؟ قالت لي غير هنا. قلت لها راه جا با كان كيسول عليا. قالت لي كيفاش؟ قلت لها جاي بقى كيدق وسديت الباب خفتو غير يدخل يديني. صافي السيده اش غنقول لكم، كانت دايخه، كانت داخله مع الباب وهي دايخه
هكا تدور في عينيها. غير سمعت هاد الهضره وهي توقد، قالت لي فين هو دابا؟ قلت لها راه رجع. سديت الباب ورجع، ولكن خفت حيت كنت بوحدي. قالت لي صافي هاد المره فاش غنخرج غنديك معايا. قلت لها لا، راه الا خرجتي وديتيني معاك راه غيتلاقانا في الطريق يديني الصحه. على انت تقدي عليه؟ قالت لي نقد عليه. والله قالت لي يا وديه تنقتلو هاد المره، بالله تنقتلو. بدات كتغوت. صافي اش غنقول لكم، جهلات. ولكن واخا هكاك قلت نخلعها، واخا شفتها راه تنيرفات وكل شيء، ولكن قلت نخلعها هكا باش فاش تبغي تخرج تولي دير اتونسيون. ولحسن حظي انها كتعرفني حتى وهي في هذيك الحاله، يعني حتى ملي كتحماق كتولي حمقى كتعرفني. هذا هو الحاجه اللي كانت في الصالح ديالي. ايوا صافي بديت كنكالمي فيها، طلع ليها الدم، بديت كنكالمي كنقول لها صافي سكتي راه بقيتي تغوتي، راه يقدر يكون حدا الباب وغيسمعنا، سكتي. صافي بيني وبينكم كتخاف منه واخا هكاك، كتغوت وكتقول غنقتلو وغندير ليه، ولكن خايفه لان عارفه بلي هي مرا وهو راجل، يعني يقدر ياخذني صحه في نظرها هي. المهم صافي بقات. قلت لها جي نجمعوا الدار انا وياك. قالت لي مجموعه. قلت لها لا ما مجموعاش. قالت لي صافي ديري اللي عجبك. قلت لها يلاه انت جلسي هنا وشوفي فيا وغنخدم انا نجمع في الدار، ياك واخا ندير اي حاجه. قالت لي هذه راه دارك، ديري فيها كل شيء، حيدي اللي بغيتي، حطي اللي بغيتي، ريبي اللي بغيتي، ديري اللي عجبك. قالت لي الحيوط الا ما عجبكش ريبيهم. اش غنقول لكم، عرفتي راه ما نكذبش عليكم، راه واحد الحاله اللي كنت فيها يعلم بها غير الله. فاش كنشوف شي موقف هكا كندور وجهي، لان كيغلبوني الدموع وكنجلس نبكي باش ما تشوفنيش. المهم بقيت كنجمع في الدار ومجمعه معاها. اش كنعاود ليها شي حاجه ما كايناش، شي حاجه عشتها انا في طفولتي، زعما شي حاجه زوينه وما كايناش اصلا، لاني انا في الطفوله ديالي ما عشت حتى حاجه زوينه. بقيت كنقول لها راه واحد البنت في الدرب ديالنا كنا كنلعبوا انا وياها ودارت ليا وفعلت ليها وهذا. انا راه عمري ما خرجت لعبت في الزنقه، كنت كنخرج باش نتسخر، ولكن باش نلعب عمري ما خرجت. من بعد قلت باش نفرحها، قلت لها عرفتي اش درت ليهم؟ قالت لي شنو؟ قلت لها سرقت كاع الذهب ديال مرت با ديتو. بدات كضحك، لاول مره غادي نشوف الضحكه ديالها. بقات كضحك عجبها الحال. قالت لي غيكون تفقس، بغات فيه الخدمه. ايوا المهم جلست كنجمع في الدار وكنهضر معاها، نجمع في الدار، ومره كندخل البيت كنجمع، ومره نجي لعندها نطلع عليها شويه. طلعت بغيت نشر شي مانط هكايا في السطح، كنطلع هكا كنلقى الباب ديال السطح كله مطرق بالمسامر. شكون اللي دار لهاد الباب هكا؟ مشيت طلعت هكا شويه وانا نهبط عندها، قلت لها شكون اللي طرق الباب؟ قالت لي طرقوه. شكون؟ بقات كتشوف فيا. قلت لها واش نحلو؟ قالت لي ما عرفتش. قلت لها نمشي نحل دوك المسامر حيت هما غير مسامر، غندير هكا غيتحيدوا كاملين، غندورهم غير هكا بشي لقاط، حيت شي واحد دورهم من الباب كامل من الفوق حتى لتحت ومن الجناب وكل شيء. ايوا قلت لها عندك شي لقاط هنا؟ دارت لي براسها لا. اش مشيت هزيت واحد المعلقه غليظه باش كندفع بها المسمار هكا كندورو، وجات تبعاني شويه. الله دورت واحد جوج هكا، تقول لي لا حبسي. قلت لها علاش؟ قالت لي غيهبط لينا من هنا. قلت لها لا ما غيهبط لينا حتى واحد. قالت لي لا غيهبط. صافي حطيته، قلت لها صافي خليه. قلت لها عرفتي اش غندير؟ قالت لي شنو؟ قلت لها غادي نمشي عند خالتي فلانه. قلت لها غنجيب من عندها مطيشه باش نديرو الغدا. قالت لي صافي شويه، تقول لي لا غتلاقي معاه. قلت لها لا ما غنتلاقى مع حتى واحد. قالت لي لا. قلت لك غتلاقي معاه. قلت لها عرفتي اش غديري؟ قالت لي شنو؟ قلت لها سيري كلميها ليا. قالت لي نمشي وانا وياك. قلت لها يلا سيري. خرجنا انا وياها، خلينا الباب محلول وخرجنا. دقيت على السيده، شافتني غمزتها، قلت لها الباب ديال السطح ديالنا كله مطرق بالمسامر، عندك شي فكره اش واقع؟
قالت لي راه فلانه هي اللي كانت باغا هي تسد. قالت لي راه شدوا لها واحد الدري ولد الجيران راه دارهم. قلت لها علاش سدوا؟ قالت لي كانت كتخاف يهبط ليها شي حد ولا شي حاجه. قلت لها واش درت لها هكا غير بالاشاره، حيت هي راه كتشوف فينا ولكن بحال الا ما هياش. قلت لها واش زعما سولتها واش فعلا عندها علاش تخاف ولا داك الباب مسدود غير هكاك. دارت لي لا، قالت لي زعما راه ما كاينيناش تخاف، راه غير هي تنوات وبغات تسدو. قلت لها واش با يقدر يطلع من تما باش يهبط لينا؟ قالت لي لا باك صافي. قالت لي راه كبر ما يقدرش يطلع من السطح. قلت لها ياك؟ قالت لي يقدر يدخل من الباب ولكن من السطح لا، ما يقدرش يطلع. شويه تقول لي خلينا الباب محلول. قلت لها لا. قالت لها المره لا راه مقابله معاه انا راه كنشوف فيه ما دخل حتى واحد. وقفات. قلت لها صافي غير نحلو داك الباب. قالت لي غير حلوه ما تخافوا من حتى حاجه. صافي رجعت قلت لها شتي؟ قالت لي ما ديناش مطيشه. قلت لها واخا غير خلي من بعد. انا راه كاينه شي خضره هكا حيت عندها واحد ليليجه صغيره ولكن مره دير لها البريز مره ما ديروش. الضوء والماء كيخلصوا لها غير الناس. المهم جيت قلت لها سمعتي اش قالت لك؟ قالت لك راه ما عندنا مناش نخافوا من الباب ديال السطح غير نحلوه. قالت لي ويلا جا ولدو. قلت لها لا راه هو ما عندوش الولاد اللي غيقدروا يجيو لهنا وزيدون ولادو كاع ما كيحملوني. قالت لي بصح. قلت لها لا ما تخافيش نحلوا الباب هو صافي راه كبير عرفتي راه شتيه قداش راه صافي شراف. قالت لي واخا صافي. قلت لها سيري جيبي شي معلقه عاونيني حتى نتيا. مشات جابت معلقه شويه حطات المعلقه بدات تحيد داكشي بضفارها. لا كنقول لها صافي زكاي عرفتي راه ضفارها سالو بالدم ولا بغات تزكى. بقات مضاربه مع داكشي. كنقول لها صافي نحيدو غير هذا اليوم حتى الغدا ونحيدو الشيء الاخر. وبقات كتشوف فيا. شويه بديت كنهضر على شي حاجه اخرى ثاني تلفتها وبقات كتشوف فيا وكتضحك وانا كندور في دوك المسامر حتى حليت داك الباب. ايوا صافي طلعت لقيت الصح عرفتي راه حالته بالغبابر المهم مكرفص. ما لقيتش فين نطلع اصلا دوك المانط ولا حتى شي حاجه. قلت لها دابا غادي نهبطوا غنديروا الغدا ديالنا ومن بعد غادي نطلعوا لهذا السطح نجمعوه انا وياك. قالت لي واخا. هبطت. ايوا صافي سديت داك الباب ديال السطح وهبطنا. مشيت دخلت للكوزينه هزيت شي خضيره هكايا كاينه درت الغديوه ديالنا. طيب داكشي اللي قسم الله. خرجت مشيت نجيب الخبز. بغيت نخلص مول الحانوت. لقيت واحد السيد تما انا الناس مازال ما كنعرفهمش. قال لي واش انتي بنت فلانه؟ قلت له قال لي تبارك الله. قلت له الله يحفظك. صافي قال لي غير دي فلوسك وخلص ليا الخبز وقرعه المناضه. وجيت قلت له شكون انت؟ قال لي جاركم. وجيت في حالتي للدار قلت لها كيفاش. قالت لي علاش خرجتي بوحدك؟ بدات تغوت لربي اللي خلقها. علاش؟ قالت لي خرجتي بوحدك. مشات كتجري لذاك الطاجين. قالت لي حنا ما عندنا ما نديرو شي ماكله. كتجري لذاك الطاجين بغات تدفك داكشي تلوحو في الارض. بقيت كنشد فيها سكتي كنقول لها سكتي راه غادي يسمعنا غادي يجي. بقات كتشوف فيا كتقول لي ما تخرجيش بوحدك ما تبقايش تخرجي بوحدك. قلت لها صافي تهنيتي غير ارتاحي وتكالماي. ايوا صافي جلست حتى تكالمات واحد شويه وليت كترعد. جلست حتى تكالمات وانا نحط هذيك الماكله. قلت لها راه لقيت واحد جارنا ما كنعرفوش قال لي هاكي عطاني الخبز وعطاني المناضه. صافي قالت لي مزيان. ايوا المهم تغدينا بدات كتوكلني بيديها. كليت احسن ماكله في الدنيا عمري ما كليت بحالها. ماشي حيت هي سبيسيال او عمري ما طيبتش بحال لا. كليت ما احسن في الخضره اللحم وهذا. هذه راه غير خضيره هكايا مع شويه الزيت والعطريه صافي. حتى العطريه ما كاملاش ما فيها لا زيتون ولا قزبر ولا حتى حاجه. ولكن حيت وكلتني من بيديها واحد المذاق ما كاينش بحاله في الدنيا. ايوا صافي قلت لها غادي نعسو شويه واخا. قالت لي انا ما فياش نعس. صافي هادشي اللي بغيت اصلا انا ما نكذبش عليكم انا عييت ولكن ما بغيتش نعس. بغيت نجمعوا الدار ديالنا هكا. قلت لها غادي نطلعوا نجمعوا السطح. قالت لي واخا.
طلعنا للسطح، بدينا كنجمعوا في داك السطح، كان واحد الجو زويون، ما كانت لا شمس لا والو، بدينا كنجمعوا في داك السطح، نشطبوا ونجمعوا نشطبوا ونجمعوا. تخيلوا معايا كنجمع داك الشيء، جمعته هكا في الميكات، كنلوح من الفوق. فاش بغيت نخرج ندي داك الشيء للبركه حاشاكم، ما بغاتش تخليني نخرج بوحدي، لصقات فيا، قالت لي حتى انا معك. فعلا داك الشيء اللي قلت لها واش السارود ديال الباب عندك؟ قالت لي عندي. قلت لها ايوا اريها ليا. دخلت للدار جبداتها، قلت لها باش فاش نخرجوا نسدوا الباب ومنها نرجعوا نحلوه. قالت لي صافي واخا. هي علاش ما كديش معاها السارود؟ كتخافي الا خرجات غادي تخلي السارود في شي بلاصه ولا تسد الباب وتخرج، وزيد هي راه ما كتخرج من الدار حتى كتولي في عالم اخر. ايوا بقينا كنهزو في دوك الميكات اللي حناهم، جمعنا داك السطح كامل رديناه نقي. صافي قلت لها دابا غادي نرتاحوا اليوم، وغدا غادي نجمعوا الدار لتحت. قالت لي صافي. السيده ما خرجاتش. صافي المهم تعشينا بداك شويه ديال الماكله اللي كانت بقات لينا في الغداء. ايوا صافي بقينا جالسين مجمعين شويه، وهي تسولني. هنا عرفت باللي ممكن انها تعالج. قالت لي وفين هو الذهب اللي سرقتي لمرت باك؟ قلت لها داوه ليا. قالت لي شكون اداه لك؟ قلت لها فاش جيت لهنا سرقوه ليا في المحطه. قالت لي ضربوك؟ قلت لها لا. قال لي حتى داكشي اللي عندك عطيته ليه ومشى في حالته. بقات كتشوف فيا، قالت لي تعذبتي؟ قلت لها شويه. بقات كدور عينيها هكا، قالت لي انا تعذبت بزاف. قلت لها كلشي غيفوت. قالت لي شنو اللي غيفوت؟ شوفي حالتي. قلت لها دابا راني معاك. وهي تقول لي بصح دابا انت معايا. ايوا صافي بقينا كنهضروا تدانا النعاس، نعسنا انا وياها في بيت واحد. ما عرفتش علاش ما خفتش منها ما حتى شي حاجه. الغد ليه في الصباح فقت لقيتها ما كايناش حدايا. نط وقفت قلت خرجات عاوتاني. درت هكا حتى كنلقى الضوء داخل ليا من الباب ديال السطح. ما نكذبش عليكم تخلعت، قلت عندك تكون نقزات من الشرجم ديال السطح ولا شي حاجه. طلعت كنجري للسطح، لقيتها جالسه في السطح وناشره رجليها في الشمس وجالسه، وكنشوف فيها. شافت فيا باينه ما كايناش في الوعي ديالها نهائيا، لان ملي كتكون في الوعي ديالها كتهضر معايا وعارفاني وكتجمع. بقيت كنشوف فيها، قلت لها ماما نفطروا؟ بقات كتشوف فيا. نهبطوا نفطروا. بقيت كنسايس معها حتى هبطتها مع الدروج، قلت لها جلسي. جلسات. يلاه حطيت الطابله ديال الفطور وهي تقول لي نخرجوا شويه. السيده غتحماق بغات تخرج. قلت لها راه تخرجي انتي ولا نخرج معاك؟ قالت لي لا نديك معايا باش ما يجيش. قالت لي ويديك. قلت لها واخا يلا نخرجوا. مشيت حطيت داكشي في الكوزينه وخرجت. شديت لها في يديها خارجه غدا والدور، وتمشي واش الشانطه ونجرها من الشانطه وتمشي لهنا. عذباتني ديال بصح. درنا واحد شويه تشتها، رجعت شويه للوعي ديالها، وقلت لها يلا نرجعوا للدار. قالت لي واخا. رجعنا تاني للدار، جلسنا فطرنا. صافي بديت كنجمع تاني في الدار واحد شويه. المهم بقيت معاها شويه بشويه شويه بشويه. اش غنقول لكم، ولكن ضروري مره في النهار خاصها تخرج للزنقه. وكنت كنخرج معاها، كنبقاو ندورو مره الشمس مره البرد مره الجو مزيان. المهم كنبقاو ندورو، والدراري الصغار كيعرفوها كيبداو يجعروها، وكتبغي تسطا كتبغي تمشي تجري عليهم وهذا، ونشدها تاني وكذا. المهم تعذبت معاها. شويه واحد النهار قلت لها ملي رجعت لهذا، قلت لها ندخل ندوش ليك. انا هذيك السيده جمعت لي مسكينه شي حوايج من عند الجيران وعطاتهم ليا، حيت انا ما كان عندي ما نلبس. المهم انا دوشت، لقيت حالتي لبست الحمد لله. ايوا في الدار ما خاصنا حتى شي خير، واكلين شاربين الحمد لله. الناس المحسنين ما كيخليوناش، الناس على قد الحال وكيصدقوا. خبزه كيقسموها معك، الناس ديال الكرم والناس ديال الجود والناس اللي عارفين بينهم وبين الله. الحمد لله طحنا وسط شي ناس اللي الله يعمرها دار. ايوا المهم
كانوا ديما معانا. واحد النهار قلت لها دخلي ندوش لك، قالت لي لا. بقيت كنحزر فيها، عافاك ما عافاك تشهيت ندوش لك. من وانا صغيره كنت كنحلم انني شي نهار ندوش ليك وهذا وهذا. بديت كنطلب فيها ونرغب ونطلب ونرغب بزز باش قنعتها. درت راسي بحال تقلقت شويه، قالت لي يلا، ولكن كيفاش نقول لك حبسي حبسي. قلت لها صافي واخا. ايوا دخلت سخنت الماء، دخلتها للدوش، غير خويت الماء على داك الشعر. عرفتي شحال ديال الجمل دفق منه لا يوريكم، وخنشه. عمري ما شفت ديك الكميه. كنت انا كنت كنتوسخ وهذا، ولكن داك الكميه ديال الجمل عمري ما شفتو. صافي غسلت ليها بالشامبون، حكيت ليها مزيان، بديت نفك ليها شعرها شويه بشويه. فكيت ليها الشعر. عرفتي راه واحد الوقيته راه كتبغي تنوض كتوقف، وكنبدا نطلب فيها ثاني. جلسي صافي راه قربت نسالي، عافاك غير جلسي. مشط لها داك الشعر كامل، ولكن الجمل ما بغاش يسالي منه. عاودت الشامبوان ما بغاش يسالي والو. عرفتي راه عمرات. صافي بديت كنحك ليها، صافي جمعت ليها داك الشعر، قلت تنشوف نسول الناس شنو ندير ليها. حكيت ليها الذات ديالها هكايا. صافي شللت لها، خرجات لبست الحويجات ديالها نقيين وهذا، بانت بزاف. ماشي هي اللي كانت قبل ما ندخلها للدوش. بقيت كنقول لها شوفي دابا زيانيتي، شوفي وليتي دابا زويونه. بديت كنهز ديك الصينيه ديال الاتاي، حيت ما عندها لا مرايه لا والو. كنهز ديك الصينيه ديال الاتاي وكنوريها، شوفي وجهك كيفاش دايره، شوفي حوايجك. وبقات كضحك، عجبها الحال. ايوا صافي بديت كنقي في هذيك الدار. الا جيت نعاود لكم التفاصيل ما غيكفيني لا فيديو ولا جوج. كيفاش انني عانيت، وكيفاش قدرت انني نبدلها بلا طبيب، بلا حتى شي حاجه. راه انسان كتبغيه قادر انه يداويك، حيت هي كتبغيني. داكشي علاش داويتها. المهم دوزت معها العذاب. كانت كتخرج، كنا كنخرجوا انا وياها، وكتعرى ليا برا، ونبدا نلبس ليها تاني في حوايجها وهذا. لان ملي كتجي هذيك الحاله ما كتبقاش تسمع مني بزاف. ملي كتحيد الحوايج كنقول لها لا ما تحيديش وهذا، ما كتبغيش، ما كتصنتش ليا كاع. المهم حاجه وحده اللي كدير انها شاده ليا في يدي ما طلقانيش. ايوا تعذبت، دوزت العذاب الاليم وانا باقا صغيره. من بعد بدات كتبرى شويه بشويه. كنقول لها ملي كتولي شويه بعقلها، كنولي نشكي عليها. كنقول لها كيضرني انني نشوفك هكا كتخرجي وهادي وما تبقيش تعرجي وما تبقيش ديري وما تبقيش. كتقول لي صافي واخا، ولكن كتعاود ديرها. المهم شويه بشويه شويه بشويه، باش انني قدرت. ما هو عام، ما هو جوج. من بعد قلت لها امي بغيت نخرج نخدم. قالت لي نهائيا. علاش؟ قالت لي شنو خاصك؟ حنا واكلين شاربين الحمد لله، الناس مهليين فينا، ما خاصنا خير. قلت لها حنا خاصنا نخرجوا من هذه الحاله، ما يبقاوش الناس يعطيونا، خاص حتى حنا نديرو ديالنا وحتى حنا نعطيو. قالت لي لا ما غتخدميش، وانا راكي شايفه حالتي، راه ما نقدرش نخدم. انا راه غنخدم شويه غنولي في شي حاجه اخرى. صافي ولات عارفه بانها كيطير لها العقل مره. بقيت كنحذر فيها، عافاك امي عافاك امي، والو ما بغاتش. قالت لي ديك السيده اللي هضرت معايا النهار الاول، قالت لي عرفتي شنو غديري؟ قلت لها شنو؟ قالت لي انا غنهضر مع الجارات باش ديري هكايا شي حاجه في الدار. قالت لي كتعرفي ديري الخبز؟ قلت لها كنعرف. قالت لي الحاجه اللي كتعرفي ديريها ديريها، بقيتي بيعيها. قالت لي راه الخبز الا درتيه راه مالي الحوانت غيشريو من عندك، كوني على يقين. ايوا صافي قلت لها واخا. قالت لي راه غادي نشوف مع العيالات، غنشريو لك الطحين ونشريو لك مقله جديده ونشريو لك شي فرن يكون زوين، حيت عندنا واحد الفرن دوك ديال 3، ولكن خاسرين كاملين. واحد بحال كتشعل فيه غير واحد النص ديال دوك الجوجات خاسرين، وحده النص ديالها كيشعل. قلت لها صافي الله يرحم الوالدين. ايوا صافي داكشي اللي كاين. جابوا لي الناس خنشه ديال الطحين، وجابوا لي كاع داكشي اللي غادي نحتاج، فورنو كل شيء. صافي تم القصريه شراوها ليا. وليت كنعجن الخبز وكنديه نفرقو على مولين الحوانت.
شويه وليت كنعجن الغريبه، حتى هي كنحترمها للحوانت، والناس بيني وبينكم تعاونوا معايا بزاف. فشويه بشويه وليت كنجتهد، وليت اش كندير ملي امي. هاد الشيء راه ماشي في عام، ملي كنقول لكم راه ماشي في عام ولا عامين، راه من بعد غنقول لكم شحال في عمري دابا. المهم واحد الوقت صافي فاش امي اش غنقول لكم ولات كتعاونني، تقرص معايا، ولا تقاب لي الخبز هكايا في المقله كتقلبو هكا. المهم ما بقاتش كيف كانت، ما بقاتش كتخرج، ولات كتجي هذيك الدوخه مره كتبقى جالسه وتبقى تدور فيا عينيها هكا وتبدا تشوف فيا، ولكن داك الخروج وداك الجرف الزناقي وداك الشيء ما بقاش. واصلا هذا الشيء علاش الناس تاقوا فينا، علاش؟ لان باش تكون عندي وحده مثلا حمقى في الدار ونولي نطيب الخبز، راه فاش غنديه لمول الحانوت راه ما يشريهش من عندي. علاش؟ لانه يقول ربما موسخ، ربما راكم عارفين. وتا من الناس ديال الجيران ما غيشريوهش من عند هذاك مول الحانوت، حيت مول الحانوت شكون غيتقدى من عنده؟ راه الجيران. ولكن امي لا، تنقات، مبقى فيها لا قمل حتى شي حاجه، وليت كنقيها شويه بشويه. دارنا تنقات، صبنت كاع داكشي كامل، غسلته وصبنته، نقيت الدار، دارنا كتشعل هاه، يعني دارنا ولاد زوينه. صافي من بعد ملي امي صافي ولات شويه هكا، ولات كتجيها غير ديك الدوخه مره كيف قلت لكم، بحال كتغيب، كتبقى تشوف بنادم هكاك. ما ديتها لا للطبيب ولا سبيطار، وما عنديش باش نديها اصلا والو، من عند الله. ايوا صافي حتى النهار اللي كيف قلت لكم امي صافي مبقاتش كتخرج هكا للزنقه، ولات شويه ملي شفت كندخل واحد شويه د الصرف من ديك الغريبه ومن داك المره كندير كرواسه، خداو لي انا صفران كندير كرواسه في رمضان وهذا. ودزت كندير المسمن تعلمته عند هذيك السيده صراحه، ما كنتش كنعرف ليه نهائيا. واحد المره في رمضان قلت لها بغيت ندير المسمن ولكن ما عرفتش ليه، قالت لي راه ساهل، العجينه كتعرفي لي راه ساهل. قلت لها لا ما عارفاش كيفاش. قالت لي واش شفتي شنو النهار اللي غنديرو راه غادي نعيط لك واجي شوفيني. داكشي اللي كاين. النهار اللي كانت غدير المسمن قالت لي جي لعندي، انا عقلي خفيف، مشيت انا وامي سدينا الباب مشينا لعندها. صافي شفتها قرصات هذيك، قالت لي بقيت تقرصيها هكا تيبان لك الضوء من السطح ديال العمل اللي انت خدامه فيه، من بعد لوي من هاد الجهه الاخرى من هنا ومن هنا وقرصيها تجيك مقاده والسلام عليكم. عطاتني وجدت واحد 3 ولا 4 صافي صدقوا ليا، وليت كنديرو كنبيعو المول الحوانت هكا، كنبيعو لواحد مول الباتيسري ساكن حدانا حتى هو. ايوا صافي غادا وكندخل الصرف على الاقل، ما بقيناش محتاجين الناس يعطيونا، واخا هما كيعطيونا صراحه الله يكثر خيرهم، ولكن الحمد لله ولا عندنا، يعني واخا ما يعطيوناش ولا عندنا، واخا حتى هذا راه تعاون من عندهم انهم كيشريو من عندي انا كل شيء. والجيران زعما حتى هما اللي خاصو شي حاجه، تخيلوا معايا العيالات كيجيو عندي للدار، اللي بغات شي خبز ولا شي حاجه كتقول لي وجدي ليا، اللي غيجي عندها شي حاد اللي هذا. المهم وليت خدامه شويه، قلت لامي عرفتي شنو غندير؟ وقالت لي شنو؟ هذه فكره ديال ديك السيده. قالت لي عرفتي اش غديري؟ راه كاينه واحد السيده واحد طيابه كطيب في العراسات، مره فاش تبغي تخدم علاش لا اللي ما تمشيش معاها كمساعده، غير اللي عطاتك قالت لي شتي اجعلها تعطيك غير 50 درهم، انت ما ديريش راسك انك خدامه، ديري بحال الا غتعلمي، انت الا ما خلصاتكش معليش. قالت لي انت سيري تعلمي معاها هكاك ودي معاك امك، حيت امي ما غتفارقش معايا، ما غتخلينيش نمشي بوحدي. قالت لي امك حيت غتمشي معاك خليها هي تغسل المواعن وانتي عاونيها مره عاونيها في المواعن. قلت لها واخا. داكشي اللي وليت كندير. مشيت عند السيده لقاتني بها هذه، وفين ما كتكون شي مناسبه كتعلمنا وكنمشيو انا وامي. امي كتغسل في المواعن، وفعلا مره كتجيها ديك الحاله كتبقى غير جالسه هكا، كنقول لها صافي غير جلسي حطي المواعن وجلسي. كتجلس كتبقى تشوفها كدور عينيها حتى كترجع تاني طبيعيه وكتكمل تاني خدمتها. وانا كنخدم مع السيده وانا عقلي خفيف كي قلت لكم، وليت كنخدم ديال بصح. صافي وليت كنطيب ماكله زوينه. تخيلوا معايا العيالات في الدرب ديالنا كاينه اللي كتشهى الدجاج ديالي انا بالدغميره، كتجي عندي كتقول لي يا انا نتقدى لك وطيبيه ليا. وفعلا كنطيب هكايا، واللي عندها شي مناسبه واللي هذا صافي وليت كنخدم بوحدي انا وامي. علاش انا كنخدم انا وامي؟ انا راه ما بغيتش نخدم امي، ولكن امي راه ما غتفارقش معايا، فين ما مشيت خاصها تمشي معايا. ايوا صافي وليت كندير لي كوموند هكايا من الدار كنخدم، والناس كيجيو. خدمت معايا واحد السيد ولد جيراننا نيت كيوصل هكا الماكله لعباد الله.
صافي المهم وليت شويه بشويه شويه بشويه كنتحرك وكتبدل حياتنا. شريت واحد 2 سطوله حيت الدار ديال امي كبيره، شريت 2 سطوله ديال الصباغه. جبنا واحد السيد صباغ لينا الدار ولات كتشعل، صباغت البيبان، قديت الدار كامله ولات وحده اخرى. وشتي نقول لكم واحد القضيه، شتي الواحد واخا يكون حمق ملي كتبدل الوضعيه قدامه النفسيه ديالو كتبدل، النفسيه ديالو كتبرا. امي ملي ولات حياتنا كتقاد ولات هي وحده اخرى. تخيلوا معايا امي غاده وكتصغار، غاده وكترجع للعمر ديالها اللي خاصها تكون فيه. هو المهم بقات الامور هكاك وخدامه الحمد لله. شويه وليت باغا نزيد نتعلم اكثر. شريت واحد التليفون، مره كندير روشارج وكندخل اليوتيوب، مره نتعلم هاد الحلوه، مره نتعلم هادي، مره هادي تصدق، مره هادي ما تصدقش. شي وليت كندير الحلوه للعيالات في العيد، الدرب كامل ما كاينش شي وحده اللي كتشعل الفران في دارها. والله يجازيهم بخير، ماشي حيت فنيانات ولا ما باغينش يطيبوا ولا لا، حيت هما بغاو يتعاونوا معايا. كتقضى ليا المقادير ديال الحلوه وكتجي عندي كتقول لي ديري لي هاد الحلوه وكنوجدها ليها وكتخلصني. عرفتي راه وليت خدامه. اش غنقول لكم، وليت انا كنرد في الناس لان كتكثر عليا الخدمه، ما بقيتش صافي قادره عليها. ولات امي كتعاونني. امي حتى هي في يديها البنه تبارك الله، غير هي خرجوا عليها عباد الله. المهم كتبقى تخدموا غير هي لحد الساعه امي في هذه القضيه. مثلا غادي نبداو انا وياها، مثلا غنبداو غير الشباكيه، راه غتخدم معايا واحد شويه، نفوتو غير نص ساعه بحال كتمل. صافي خاصها تبدل ساعه بخرى كي كنقولوا، خاصها تنوض دير شي حاجه اخرى ولا تجلس شويه ولا تفرج شويه. شريت التلفازه. اش غنقول لكم، يعني حياتنا تبدلات 180 درجه. صافي بقينا هكاك انا وياها. رجعت فينا الروح بجوج، انا رجعت ليا الروح، هي رجعت لها الروح. ولكن انا ما عندي لا ورقه ولا جوج، والو، مجهوله الهويه، ما عارفاش شكون انا. ونزيدكم واحد القضيه، بدلت هذيك السميه اللي كان مسميني با، خليت السميه ديال امي اللي كانت مسمياني عفاف هي اللي خليت. ايوا صافي اش غنقول لكم، ولات حياتنا وحده اخرى. امي الحمد لله تشافات، غير هي حاجه وحده اللي قلت لكم اللي باقا فيها، انها فاش كتخدم شي حاجه هكايا كطول فيها كتحبس، خاصها نص ساعه تحبس تمشي تبدل ساعه اخرى. اما ما بقات كتخرج، ما بقات الحوايج، ما بقات تغوت، ما بقات حتى شي حاجه، ولات وحده اخرى. عرفتي راه الناس الجيران جاتهم في شكل كانوا كيقولوا هادو راه اطباء نفسيين ديال العالم ما يداويوش هاد السيده. ساعه سبحان الخالق، ربي ملي كيبغي شي حاجه كيديرها. المهم عايشه انا وامي بخير وعلى خير. والسيد اللي قلت لكم كيوصل ليا الكوموند للناس، واحد المره طلب مني الزواج. انا اش غنقول لكم، ملي سمعت هاد القضيه ديال واش تقبلي تزوجي بيا، جاتني في شكل كيفاش الزواج، عمر ولا جا في بالي، ما عرفاش كاع اصلا، ما كايناش ديك الكلمه اصلا، ما عرفتش، عمرها ما دخلت لعقلي ولا عمري فكرت فيها نهائيا. ولا همي الوحيد هي انني نكون بخير انا وامي، ولا همي الوحيد هو انني ما نخلي حتى شي واحد يعاود يأذينا نهائيا كما بغى يكون. ملي قال لي هاد الهضره اش غنقول لكم، ما جاوبتوش، خليته واقف ورجعت دخلت للدار. بقيت كنفكر هذا اش كيقول، اش هاد الشيء، جاتني في شكل هذيك الكلمه. بقيت كنفكر فيها، قلت نقولها لامي ما نقولهاش لامي. شويه قلت لها امي بغيت نقول لك شي حاجه. قالت لي شنو؟ قلت لها شتي فلان؟ قالت لي مالو؟ قلت لها شنو قال لي، شنو قال لي؟ وهي تشوف فيا كي قالت لي صافي غتمشي. قلت لها فين غنمشي؟ قالت لي غتزوجي راه غتمشي. قلت لها ما غادا فين نهائيا، انا كاع الحاجه اللي تفرقني عليك ما عندي ما ندير بها. وفعلا انا الزواج اللي فرقني على امي ما عندي ما ندير به. ايوا قالت لي راه الا بغيتي تزوجي. قلت لها انا راه ما بغيتش. قالت لي ما عجبكش؟ قلت لها ما عرفتش. بقات كتشوف فيا. قلت لها صافي نساي.
تبقايش تفكري في هذا الشيء. قالت لي واخا، ولكن مره كتشوف فيا ما عرفاش واش انا باغاه ولا ما باغاش، ولا انا داكشي جاني في شكل، حيت عمري ما توقعت انني انا غنتزوج وغندير وليدات لا، عمرها ما جات في بالي. ايوا واحد العشيه جات عندنا ديك السيده، دقات علينا لاباس بخير، دخلات لقاتنا كنوجدوا في واحد الحلوه وجلست عاوناتنا. لقات امي كتغمس هذيك الحلوه في الشوكولات، ايوا وهي كتمرمدها لها في الكوك. المهم بقينا جالسين هكا مجمعين شويه، تقول لها امي اش كاين اش كاين، وقالت لي وانتي شنو قلتي؟ قلت لها ما بغيتش. قالت لي علاش؟ قلت لها خالتي اش غنقول لك، ما عمري كاع فكرت في الزواج. قالت لي علاش ما تفكريش فيه؟ قلت لها انا ما بغيتش نتفارق مع امي. قالت لي ما تفرقيش معاها، اصلا قالت لي السيد راه ما عنده لا دار لا والو، راه كيشتي راه ساكن غير مع والديه، علاش ما تقبليش به؟ قالت لي راه ولد الناس، راه الله يعمرها دار. مو قالت لي راه الله يعمرها دار، هو تربيه زوينه وراه كيشتي راه تعاملتي معاه، راه فيه المعقول وفيه. قلت لها فعلا هو فيه المعقول وولد الناس، هذه ما نكرتهاش. قالت لي تزوجي به ودخليه يسكن معاكم في الدار وانا نشوف امي. قالت لها امي الا كان هكا واخا، امي عجبها الحال اللي سمعت انه غيسكن معنا في الدار. صافي قلت واخا. قلت لها ممكن هذه الا كانت هكا مزيان. قالت لي بالعكس، راه ربي جاب لك هذا السيد هذا بالضبط اللي كيعرفكم وعارف القصه ديالكم كامله، وفوق هذا الشيء ما عندوش الدار، يعني غيقبل انه غيسكن معاك. قلت لها واخا والديه؟ قالت لي لا غيقبل. ايوا صافي قلت لها واخا. شويه تقول لي امي وكيفاش غتزوجوا؟ قلت لها راني قلت لك غنتزوجوا وغنسكنوا هنا. قالت لي الوراق، وهي تشوف فيها السيده قالت لها ما عندهاش الوراق. قالت لها قلت لها اذا ما كاين والو صافي نساو الموضوع. قالت لي لا علاش غنساو الموضوع؟ شنو ما غديريش الوراق انت كاع حياتك كامله غتبقاي هكا؟ قلت لها ما عرفتش. قالت لها علاش ما ديريش ليها على سميتك انت؟ قالت لها فينا هما انا ورقيه؟ قالت لها سير عند خوتك وجبدي وراقك صحه عليهم مالكي. قالت لها والله ما عرفت، ما بقيتش باغا نرجع عند هادوك. قالت لها واخا رجعي وسيري وجيبي وراقك وطلعي لاكارت ديالك وخليها حتى هي تطلع لاكارت ديالها على ديالك انتي. فعلا داكشي اللي دارت امي. مشيت انا وياها وهذيك السيده وراجلها، مشينا عند واحد خوها ساكن وسط المدينه. المهم اللي وقفنا عليه وهذا هما راه عارفين اختهم راه حمقى وكدور في الزنقه، ولكن ما معبرها حد وما مسوق لها حد. هضر معاه الراجل وهذا صراحه في الاول ما بغاش، قال لي انا بعيد على هذا الشيء، واش انا والدها، واش انا هادي، واش انا هادي. ولكن من بعد صافي خدات الام ديالي الحاله المدنيه، طلعت وريقتها، دارت لاكارت ديالها، من تما درت لاكارت ديالي حتى انا. في هذا الوقت صافي انا عطيت للسيد الجواب وقلت له واخا. قلت له الا تقديت الوراق ديالي لاكارت ديالي راه غنتزوجوا. قال لي يلا غتقديها، راه ما يمكنش تبقاي بلا اوراق. فعلا داكشي اللي كاين، قديت لاكارت ديالي وتزوجت انا وهذا السيد. تخيلوا معايا العرس حطيت فيه 5000 ريال بالضبط، لا انا ولا هو. علاش؟ ما خلاوناش الجيران نجبدوا شي حاجه من جيوبنا، داروا لينا عرس زوين وكان عامر، كانوا فيه الجيران كاملين وكان بنادم كله خوت، يعني كان داكشي واعر بزاف. ايوا صافي تزوجنا، جا السيد سكن معنا في الدار، زادنا واحد الهبه للدار، زادنا واحد الامان، واحد السكينه، واحد الطمانينه، ولينا كنعسو حنا مرتاحين، ما بقينا نتصنتوا لا الباب ديال السطح ولا الباب ديال الدار. صافي كاين راجل في الدار، ما بقيناش خايفين نهائيا لا انا ولا امي. انا وامي كنا ساكنين في الدار ولكن كنا كنخافوا مره بالليل ما كنسمعوا شي حس ولا شي حاجه كنخافوا. واخا هو الناس كيقولوا راه ما عندكم مناش تخافوا، الدرب راه محترم وما كاينش هذا، ولكن مع ذلك فينا داك الرعب. ما عرفتش علاش، لان ما كاينش راجل في الدار. ولكن من بعد فاش تزوجت تبدلات حياتنا تاني اكثر مما تبدلات من بعد فاش تلاقيت بامي. الحمد لله والشكر لله، لقيت في داك السيد السند، لقيت فيه راجل اللي نعتمد عليه، لقيت فيه الاب، لقيت فيه الاخ، وولدي درتو ولدي ودرتو با، درتو خويا، درتو صديق، درتو زوج. لقيت فيه كل شيء الصراحه. واحد الحنان اللي كنا فقدنا الامل في الرجال انهم فيهم شي حنان. لا انا ولا امي ما كناش كنثيقوا بالرجال نهائيا باللي
عندهم شي يقلبوا باللي يقدر يحن فيك راجل. حتى شفت هذا السيد هذا، عرفت باللي بنادم طوب وحجر، باللي بنادم فيه الصالح وفيه الطالح، وهذا الشيء اللي كاين فعلا. كيعتبر امي بحال امو، كيعاملنا واحد المعامله في شكل. راه واحد منا، راه ملي كنحتاج اخ كنلقاه، كنحتاج اب كنلقاه، لان في الحياه كل واحد عنده دور في الحياه. بعض الوقت كنحتاجو اب، واخا تكوني مزوجه كتحتاجي للاب، كتحتاجي للاخ، كتحتاجي للزوج، كتحتاجي للصديق اللي تشاوري معاه واللي تهضري معاه ديريكت. فانا اللي احتاجيته في هادو كنلقاه في هاد السيد، كانه عنده بزاف ديال الشخصيات. امي كذلك لقات فيه ولدها اللي ما عندهاش. الحمد لله ان هاد السيد دخل لحياتنا، والحمد لله انه طال الليل ديالنا الصراحه، طول بزاف في الليل، واحد الليل اللي واحد الظلام اللي فاقع جدا، ولكن من بعد بان واحد الضوء وواحد الشميشه اللي كنحمد الله عليها الصباح وعشيه. واللي غيزيد ينور ليا الحياه هي انني ولدت واحد البنيه على من زينتها وفرحانه بها. المهم بقيت انا وراجلي خدامين، واخا ولات هذا امي معاوناني في بنتي وكل شيء، بقينا خدامين غاديين وكنكبروا في الكليان ديالنا. ولا عندنا الكليان على الجهد في المدينه كامله، ماشي غير في الدرب ديالنا، كان غير في الدرب شويه ولا في المدينه كامله. وليت كنحط في الفيسبوك والناس كيعرفوني ولا. الحمد لله والشكر لله تبدلات حياتي. اش غنقول لكم، راه ماشي 180 درجه. حاجه وحده اللي ضراني هي انني ما قريتش، وللاسف حتى دابا ما عنديش الوقت فين نقرا. كيحاول معايا راجلي ملي كنبغيو نعسو كيعلمني شويه، وهذا الحساب كنعرف ليه، تعلمته مع الوقت ومع الخدمه ديالي علمتني انني نعرف الحساب. ولكن بالنسبه للحروف ونقرا وهذا كتجيني صعيبه صراحه. راجلي كيحاول معايا، وليت كنعرف نقرا السميات، مثلا السميه ديال العيالات وهذا كنعرف نقراهم، ولكن باش نقرا شي كتاب ولا نقرا قران الكريم ولا لا، مازال ما وصلتش لهذه المرحله. ولكن الحمد لله والشكر لله. الحمد لله راجلي معاوني، كيف قلت لكم لقيت فيه كل شيء. انا ما قارياش وهو قاري، كنحس براسي بحال الا انا قاريه. المهم هو خدام معايا معاوني. انا اللي بغيت انه يبقى نبقاو خدامين في هذا الشيء، هو قال لي صافي حبسي هذا الشيء وانا غنخرج نقلب على خدمه واحده اخرى كافيه انا، وغناكلوا ونشربوا بخير. قلت ليه لا، خلينا هكا، انا كنحس براسي مزيان هكا، تما كتحس براسها مزيان. ملي كنتخلصوا من شي حاجه هكا خدمناها للناس، كنعطي لامي حقها وكناخذ انا حقي، وراجلي كياخذ حقه، كل عنده فلوسه في جيبه وبخير. ولينا عايشين الحمد لله بخير. راجلي دار طوموبيل كيخرجنا كيسارينا، نخرجوا ناكلوا على برا، ولينا وحدين اخرين. الام ديالي اللي كنت لقيتها في هذيك الحاله دابا كنشوفها في واحد الحاله اللي ملي كنشوفها كنفرح. الحمد لله والشكر لله على هذه الحاله اللي ولينا فيها. المهم كنسافروا الدار ديال الجد راجلي، حيت هو والديه هنا ولكن جدو كاينين في العروبيه. كنمشيو لعندهم في الصيف، كندوزو عندهم وقيات وكنرجعوا. فين ما مشيت امي حدايا. بالنسبه للاب ديالي عمري ما عاود سولت فيه، وما ناوياش نسول فيه، وما ناوياش نقلب عليه. ولا كنا غادي نتلاقاو شي نهار، لا معايا ولا مع امي، فغنتلاقاو يوم القيامه ان شاء الله. للاسف كنحاول انني ننسى ما دار فيا وما دار في امي، ولكن ما كنقدرش. علاش؟ ما قدرتش، قلبي ما قدرش يسامح ليه. داكشي علاش كنقول اننا غنتلاقاو يوم القيامه ان شاء الله. اما في الدنيا ما بقيتش باغا نشوف كمارته نهائيا، لا هو ولا تصيلته كامله. المهم الحمد لله والشكر لله، بفضل الله تبدلات حياتي وفرحانه دابا وعايشه بخير، وعطاني الله بنيه وواحد الزوج صالح وميمتي حدايا. اش بغيت اكثر من هذا الشيء؟ ما بقيت باغا والو من الدنيا. هذه هي القصه ديالي. دابا انا حاليا في عمري 42 سنه، يعني ما عاودتش لكم على عام ولا عامين، سنين ديال التماره والعذاب، والحمد لله ربي فرج عليا. وهذه هي القصه ديالي كامله. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد اذاني، لا انا ولا امي. وبغيت نقول للناس اللي غيسمعوا هذه القصه، قد ما كانت مشاكلكم، قد ما كتعانيوا،
وقد ما نتوما مجروحين وكتألموا، كونوا على يقين باللي بالصبر ديالكم وباللجوء ديالكم الله سبحانه وتعالى حياتكم غادا تبدل الأحسن. ما كاينش الليل اللي كيبقى ليل ديما، قد ما طال الليل كيطلع الضوء ديال الصباح وكتبتسم لينا الحياة من جديد. تكون عندنا الإرادة، ماشي نبقاو جالسين وكنتسناو أن الحياة تتبدل، لا، تكون عندك الإرادة وتكوني باغة وبالحب وباللجوء لله سبحانه وتعالى حياتك غادي تبدل. أي واحد كيسمع هذه القصة كيف ما بغات تكون حالتك، سواء كانت حالتك بحال الحالة ديالنا، سواء كانت أكثر أو أقل، تكون عندك الإرادة والتجئ لله سبحانه وتعالى دور بك الناس اللي كيبغيوك واللي كتبغيهم، وغادي تكون بخير وحياتك غادا تبدل. وردوا عليا، شوفوا الحياة بواحد النظرة واحدة أخرى، تكون عندك واحد العزيمة تقول أنا بركة. ومن طبيعة الحال ماشي كنتحداو القدر ولا كنتحداو الحكم ديال الله، لا، كنقولوا أنا غادي نوقف وغادي نبدل الوضعية ديالي بما يرضي الله، من أدي حد، من تعدى على حد، من دي ديال حد، وغادي تبدل الوضعيه ديالي وغنولي بخير. واحد النهار غادي نشوف من راسي من هنا العام وغادي نحس بانني غادي نكون احسن من هكا اللي انا فيه هذا العام، واكيد ربي غادي يكمل عليك. هذه هي القصه ديالي، نتمنى انها تكون عبره لكم. القصه ديال السيده هي هذه فعلا قصه اللي كتبورش، ولكن نهايتها طوب، نهايتها رائعه جدا، والحمد لله والشكر لله. إلا عجبتكم القصة ما تنسونيش من البارطاج، لايكاتكم، تعليقاتكم الزوينة فضلا وليس أمرا، هل يخطيكم عليا. نتلاقى معكم في فيديو جديد، وانتم دائما في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. بسلام عليكم.